البنك الأهلي المصري يقرر تعديل تفاصيل أعلى حساب عنده. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع تفاصيل حساب البنك الأهلي الجديد. يلا بينا. السلام عليكم أعزائي متابعي قناة بنوك مصر. قبل أي حاجة بنستأذن حضراتكم طبعا لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناة تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس على الكل عشان يصلكم كل الأحداث والحلقات الجديدة خلال الفترة الجاية لأنها مهمة جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقة. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. وزي ما قلنا في مقدمة الحلقة إن البنك الأهلي قرر تغيير تفاصيل أعلى حساب موجود عنده وهو آخر حساب طرحه البنك الأهلي. خلونا نقول كل تفاصيل الحساب. الحساب ده اسمه حساب الأهلي إكسترا توفير. الحد الأدنى لفتح الحساب ده هو 20,000 جنيه، لكن الحد الأدنى عشان يحسب لك فايدة على الحساب ده هو 50,000 جنيه، ولو قل عن 50,000 جنيه مش هيحسب لحضرتك فايدة. والحساب ده بيحسب الفايدة شهري وبتصرف شهري وسنوي. فطالما بيحسب الفايدة شهري هنا لازم تكون فلوسك في الحساب يوم واحد، ويفضل تكون قبل يوم واحد وتكمل الشهر كله ايا كان بقى الشهر ده 28 يوم 29 يوم 30 يوم 31 يوم. لازم تكمل الشهر كله عشان تاخد فايدة على الشهر ده، والفايدة بتتحسب على اقل رصيد مدين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو فتحت الحساب ده ب 200,000 جنيه وجيت يوم 15 يوم 20 سحبت 100,000 جنيه و100,000 جنيه هم اللي كملوا الشهر كله، يبقى الفايدة هتتحسب على 100,000 جنيه مش على 200,000 جنيه. الحساب ده في البنك الأهلي متاح للمصريين ومتاح للأجانب ومتاح للقصر. والمستندات المطلوبة عشان تقدر حضرتك تفتح الحساب ده كل اللي مطلوب لو انت من المصريين بطاقة الرقم القومي تكون سارية، ولو انت من الأجانب جواز السفر ساري، ولو هتفتحه القاصر يبقى موجود معاك شهادة الميلاد بتاعت القاصر فقط. الحساب ده البنك الأهلي بيقولك ان انت تقدر تشتري من خلاله الشهادات والودايع، وكمان تقدر تخلي الفايدة بتاعت الشهادات وبتاعت الودايع لو انت عاملها بقى شهري ربع سنة ونصف سنة وسنوي ايا كان تنزل ايضا على الحساب ده. ودي نقطة كويسة جدا ومهمة جدا، ان انت بدل ما تخلي الفايدة بتاعتك تنزل على الحساب العادي بفايدة قليلة جدا، لا انت ممكن تخليها تنزل على الحساب ده، ولو الفلوس في الحساب ده عدت 50,000 جنيه تاخد فايدة كويسة جدا عليه اللي هنقولها دلوقتي، ولو اكتر من 50 هتعلى اكتر من كده. طيب التغيير اللي حصل على الحساب ده ان البنك قلص الشرايح بتاعت الحساب ده وخلاها 3 شرايح فقط، بدل ما كانت شرايح قبل كده كتير وكانت تقسيمتها كتير، لا حاول يقلصها شويه. ودي طبعا بتبقى مميزه في ان انت حضرتك تقدر تاخد فايده اعلى على المبلغ الاقل شويه. طيب اول شريحه في الحساب ده اصبحت من 50,000 لحد 500,000. لو هتاخد العائد شهري هيبقى 12%، لو هتاخده سنوي هيبقى 13%. تاني شريحة أكتر من 500,000 لحد 2 مليون، لو هتاخد العائد شهري هيبقى 15%، لو هتاخده سنوي هيبقى 16%. تالت شريحة وآخر شريحة أكتر من 2 مليون فقط، لو هتاخد العائد شهري هيبقى 16%، لو هتاخده سنوي هيبقى 17%. قبل كده بدل ما كان عامل لك بقى 5 مليون و10 مليون و20 مليون والكلام ده كله، لا بقى أقصى حاجة دلوقتي 2 مليون. عديت ال 2 مليون هيديك برضو 16% شهري وسنوي 17%. مش بيلزمك بقى عشان تاخد 16% و17% يبقى 5 مليون ولا 10 مليون ولا 20 مليون، لا من اول 2 مليون فقط. وركز على الشريحة التانية، شريحة مهمة جدا جدا، من اكتر من 500,000 يديك الشهر 15% والسنوي 16%، برضو كويسة جدا جدا الشريحة دي. نفس الكلام اللي عامله بنك نيكست كان على الشريحة من اول 500,000 كان بيديك 17% شهري، فدي برضو نفس الكلام اقل شوية من بتاعة بنك نيكست 2%، لكنها تظل برضو شريحة مميزة جدا جدا لو انت حاطط فلوسك في الحساب ده. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه لا تعجب حضراتكم استفدتوا منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.